Hello everyone, how are you? I love you so much. متشكرة جدا على كل الكلام الحلو اللي بتقوله لي والتعليقات الجميلة اللي بتفرح قلبي. بص النهارده جايه لكم فيديو عظمة. انا لقيت كل اليوتيوبرز والبلوجرز ماسكين الزبدة وعمالين يربوا فيها بقى، فقلت والله طب انا اقل منهم يعني ولا ايه؟ خش بينا يا عم على التقيل. جبنا دي كيلو ونص قشطة كان عندي في الفريزر، طلعتهم عشان احولهم لزبده عشان يسيحهم نعمل احلى مش. الفيديو اللي بعده بقى بتاع المش، ناس كتير طلبوه مني وانا قلت خلاص ان شاء الله هنفذها لهم. بص انا جبت دلوقتي البوله الستانلس دي، حطيت فيها القشطه دي. قشطه يا جماعه مش زبده، قشطه. نفضل بقى نرب فيها نرب فيها نرب فيها كده بكل قوتنا. بنقعد حوالي ربع ساعه كده لحد ما الزبده تطلع، وواحده واحده معاكم هطلع معاكم الزبده دلوقتي. هعرفكم ازاي الزبده بتطلع. بصوا تفضلوا تربوا فيها بس كانكم مثلا بتربوا ايه، مش عارفه اقول لكم تربوا ايه. المهم يعني يمين وشمال وشمال ويمين لحد ما يبان لها صاحب بقى. بصي اهو ضربا مبرحا اهو. هتلاقيها اصلا منقطه ميه بيضه كده، هي دي بقى اللبن الخض اللي بيطلع منها. واللبن الخض ده هناخده نعمل بيه مش. الفيديو الجاي تابعوا الصفحه وهتلاقوا الفيديو الجاي ان شاء الله بتاع المش. الناس كتير اللي سالت على المش هعمله لكم ان شاء الله بعد الفيديو ده مباشره. انا اصلا كنت بسيحها عشان كده، عشان اخد منها واعمل مرته، عشان احط المرته في المش، عشان المش يبقى بطعم المرته. بصوا بتنقط اهي، طالما ما نقطت كده يبقى خلاص بدات ان هي خلاص ان شاء الله هتبقى زبده اهو. بصوا انا عادي كان ممكن اسيحها كده بس هتطلع كميه مرته كتير وهتقعد كتير على البوتاجاز. فانا لما اعملها احولها من القشطه من قشطه لزبده ما بتاخدش وقت طويل، واللبن كله بيطلع منها بيفضل بقى في البوله دي. هوريك كمان شويه اللبن اللي هيطلع منها. ودي بس سكر بتفرج عليها كالعاده. اختخري يا كوكا، مش وقتك خالص يا كوكا. وخلاص ايه بدأنا ايه نرب فيها تاني 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 عشان قربت. بص كل شويه بمسكها اعملها زي الصباع كده عشان تنزل ايه. معايا يا كوكا؟ انت معايا يا كوكا؟ رد عليا يا كوكا. مش معايا؟ طيب خلاص مش معايا. نفضل بقى نرب 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 كتير كده لحد ما ايه ما تطلع. معلش هي على فكره انت يا روحي كنت هنا وخلاص. ماشي بصوا اهي بدأت تنقط اهي. نفضل بقى نرب فيها نرب فيها لحد ما تطلع ايه بقى اللبن يطلع كل لوحده. وهكورها واوريها لكم بقى زبده فلاحي على ابوها بقى، على اصول الفلاحين بقى. دلوقتي اهو بصوا شايفين اهو. شايفين انا كنت مبسوطه قوي اول ما رحت العزبه وعملت الحاجات دي. الله كنت فرحانه ومبسوطه. يا سلام يا سلام. بصوا شفتوا انا بقيت فلاحه يا وليه، فلاحه فلاحه. بصوا شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين الطعامه. شايفه يا كوكا؟ شايفه كل حاجه؟ ماشي يروح مبسوطه. انتي مبسوطه معانا يا كوكا؟ شايفه ماما وهي بتعمل زبده؟ ماما فلاحه. قولي كده ماما فلاحه. أنا انتي فلاحه ولا ماما؟ ماما. ماما فلاحه. ماشي انا بقيت فلاحه. عادي عادي، ولا مفلحين زي الفل. نفسنا والله نروح نرجع الفلاحين تاني عادي. في اجازه نص السنه ان شاء الله توقعوا فيديوهات تحفه من هناك ان شاء الله مع الاجازه قريب جدا ان شاء الله. وادي الزبده طلعت يا جماعه. بصوا كيلو ونص زبده، كيلو ونص قشطه طلع كيلو و200 زبده. ماشي غير شويه لبن الخضر اللي تحت دول هناخدهم. تحفه. قولي كده يا كوكا. يلا قولي تحفه. يلا باي باي.